مشوار طويل مشيه لحد ما وصل أرض الكنانة. أهل مصر احتفوا بيه وحطوه في أعلى مكانة. عاشوا على أطفافه على مر العصور، بنوا بيوت بسيطة في نظرهم ولا كل القصور، زرعوا الأرض وحرسوها، عاشوا في خيرها وحبوها. نهر النيل عمره من عمر الزمان، دوره أساس في عبقرية المكان، ما سابش واحد في مصر عطشان، لحد ما عددنا في مصر قرب على 80 مليون إنسان. نصيب كل واحد في النهر ما بقاش زي زمان عشان الزيادة السكانية. عشان كده كان لازم تعامل أفضل مع مواردنا المائية، ننمي الموارد ونحسن الكفاءة ونحمي البيئة. نظم الري بالغمر كان لازم تتطور ويحل محلها ري بالرش والتنقيط، ونعيد استخدام مياه الري بعد علاجها بالتكنولوجيا عشان نكفي استخدام النهارده ونحافظ على بكره. نحافظ على الميه ونوعيتها، ونوفر قوانين وبرامج لحمايتها. النهارده في مركز اعلامي بيخرج منه مشرفين كل واحد له هدف سامي، يحمي ويوعي الناس اللي عايشين جنب النيل والترع. الدور الأساسي اللي بيقوم به المركز الإعلامي في وزارة الموارد المائية والري هو عملية التوعية لجميع جمهور الشعب المصري بأهمية ترشيد المية وحمايتها من التلوث. جمهورنا متنوع، بس احنا بنركز أساسا على المزارعين لأن هم اللي بيستهلكوا أكتر كمية من المية. كل واحد بيقوم على الكيلو بتاعه بإرشادات وتوجيه الناس بعدم رمي المخلفات الصلبة أو السائلة، مثل الأحطاب أو قش الرز أو شيل رماد من على الجلح بتاع المصرف أو كده. و6000 رابطة للمزارعين يقضوا على المشاكل ويحققوا المصالح. قبل الروابط كان إهمال متناهي، واكلين الجسور وحاطين عليها أرمدة وعاملين عشش وحطب والحاجات دي كلها. بعد الرابطة طبعا ده كله نزال والبيرور اتنطفت ورجعوا لوضعهم لحد الروابط والسكة اتسعت. أحدث سياسة مائية لمصر بدأت سنة 2005 مدتها 12 سنة بتكلفة 145 مليار جنيه عشان رفع أداء شبكة الري والصرف وحماية جوانب النيل من النهر وتجديد المنشآت الحيوية. وصرفنا الملايين على مدى ربع قرن عشان نعمل البنية الأساسية للري. النيل عند المصري هو الحياة، والحياة هي حياة إنسان عايش على 240 كيلومتر من جوانب النهر، خلق 180 ألف فرصة عمل في 77 قرية و24 في جنوب مصر في الطريق. النهاردة بنبني ونجدد سدود وقناطر في كل مصر. قناطر نجع حمادي لوحدها حجمها وتكلفتها 5 أضعاف السد العالي واكتر. 2 مليار جنيه في مشروع ينظم الري في كل مصر. القنطرة الجديدة هتمكن من زيادة الرقعة الزراعية وبحوالي 100,000 فدان ممكن استصلاحها في البر الغربي والشرقي نتيجة رفع المنسوب أمام القنطرة بحوالي 50 سم. إنتاج كهرباء، تسهيل الملاحة، خلق فرص عمل للشباب في المنطقة ولسائر المحافظات. آلاف السنين قضيناها على شريط ضيق من أرض مصر، والقرار إننا نخرج من الوادي وللصحراء تتمد الأيادي، تزرع وتعمر أراضي في شرق وغرب وشمال وجنوب، كل حتة فيك يا بلادي. 3.4 مليون فدان بيتم استصلاحها لغاية 2017، 1.5 مليون في الصعيد، وأكتر من نص مليون في توشكا، و620 ألف في شمال سيناء وفي كل مكان في مصر. ناس كتير قالت على توشكا حلم مستحيل. 88% واكتر من بنيتها القومية النهاردة خلصت، وده إنجاز جيل. التاريخ هيقول ولاد مصر حققوه. وأرض سينا اللي رواها دم الشهداء
بيرويها النيل في عصر السلام من فرع اسمه ترعة السلام. 180,000 فدان بيتزرعوا فعلا، و270,000 في الطريق، و200,000 يكملوا منظومة النجاح على أرض الكفاح. فاكر الطريق الصحراوي لما كان صحراوي؟ بنشوف خضاره وعماره باستثمارات ضخمة عملها ولاد مصر، وعشان نحمي استثمارهم النيل هيوصلهم بدل الآبار اللي ميتها ما بتتجددش. عالطريق ما بنشوفش غير شريط جواه أكتر من 250,000 فدان أراضي جديدة، و170,000 على طريق وادي النطرون والعلمين ومدينة السادات، ونص مليون فدان اتملكها الشباب وصغار المزارعين عشان يحققوا حلمهم وحلمنا. 5 مليار جنيه في 170 كيلو ترع ومنشآت اتعملت لهم يزرعوا ويكبروا يبيعوا ويصدروا. بس الأراضي التقليدية دي ثروة قومية نحافظ عليها وعلى أهلها بمنشآت تخلي المية دايما توصل لها. القناطر الجديدة في نجع حمادي وإسنا والرياح المنوفي والتوفيقي وغيرها، كل مصري بيفتخر ببناها وخيرها. 700 مليون جنيه في سنتين وتكنولوجيا جديدة للقرن 21. بس كل ده ما يغنيش عن صرح مصر العظيم اللي في ضمير الشعب كله شيء غالي اسمه السد العالي. صيانته وتحديثه مستمرين نعيش معاه عشرات السنين. والمية مش بس مصدرها نهر النيل، السنة اللي فاتت جهزنا وحفرنا 140 بير، اللي في الدلتا واللي في سينا واللي في الوادي الجديد واللي في سيوة. وشواطئ مصر طولها 3000 كيلومتر، حمايتها حماية للأراضي الزراعية ومجتمعات عمرانية. 120 كيلو كانوا بيواجهوا أكبر المشاكل، استثمرنا 1.5 مليار جنيه لحمايتها من النهر. كل الأعمال دي بيدعمها مركز البحوث اللي بيضم 12 معهد متخصص فيها علماء وباحثين في كافة شؤون المية. ولإتاحة الفرصة للمصريين للاستمتاع بجمال النيل، انتهينا من الدراسات اللازمة لتطوير الجزر وتوسيع جوانب النيل في نطاق القاهرة الكبرى. ونرجع لقصة مصر من آلاف السنين اللي عاشها شعب جيل ورا جيل واسمها نهر النيل. الكل عارف ان بمشواره بتشاركنا فيه شعوب كتير، التعاون معاها من عشرات السنين. 10 دول افريقية في حوض نهر النيل بينهم اكتر من اتفاقية، وبيننا وبينهم مشروعات ثنائية لتطهير مجرى النيل ومشروعات الكهرباء. وده جهد ما بيروحش سدى، لان الخير للكل. ونهر النيل رسول سلام بين شعوب بتسعى للامام. واحنا جوه بلدنا نصون النيل جوه عينينا، ومصيرنا ومستقبلنا نصنعه بايدينا عشان مصر تفضل تتقدم بينا.